أولى إعدادي. أهلا بكم. معانا بهنا سؤال في المعادلات، بيقول لك في المعادلات في الجذور، جذر تربيعي. بيقول لك أوجد قيمة إكس ناقص 3 لكل أس 2 تساوي 16. طبعا هنا عندك قوس عليه تربيع، وهنا عندك 16. لو لاحظت حاجة، ده نقدر نجيب له الجذر التربيعي، وده نقدر نجيب له الجذر التربيعي. طيب ده لما نجيب الجذر التربيعي خدها قاعدة، الجذر التربيعي بيمشي أو بيطير ورا التربيع، هيمشي التربيع ده، هيفضل لك إكس ناقص 3 يساوي. طبعا الجذر التربيعي احنا خلي بالك جبنا له الطرفين. طيب ال 16 جذرها كام؟ ال 16 جذرها 4. تمام؟ بس هناخدها مرة موجبة ومرة سالبة. خلي بالك عشان هنا في طبعا جذر تربيعي. هنروح نقسم الصفحة نصين، هنمسك إكس ناقص 3 مرة هسويها بموجب 4، وإكس ناقص 3 مرة هسويها بالسالب 4. يبقى مرة سويناها بالموجب 4 ومرة بالسالب 4. حل المعادلة دي وحل دي. يبقى هنا إكس تساوي 4 زائد 3. السالب 3 هتروح الناحية التانية بإشارة عكس. يبقى الإكس هتساوي 4 و3 7. هنا إكس تساوي سالب 4، والسالب 3 تروح الناحية التانية تبقى موجب 3. خلاص؟ يبقى هنا إكس هتساوي سالب 4 وموجب 3 هتجيلك سالب 1. يبقى كده هنا مجموعة الحل أو الإكس ليها قيمتين. يبقى الإكس هنا مرة هتساوي 7 ومرة هتساوي سالب 1. يبقى الإكس هنا ليها كام قيمة؟ ليها قيمتين، مرة 7 ومرة سالب 1.